اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم رجعت لكم بوسط مقروض الأسمر، مش نعطيكم زوز طرق، اللي بالدقلة واللي بالفاكهة. في مرحلة أولى أخذيت كمية متاع دقلة لهنا، مشي نمسحها، ناخذ بابي ونمسحها. أنا ما نغسلش الدقلة متاعي، وانتم تحبوا تغسلوها لكم حرية الاختيار في ذلك. باش نمسحها الكمية اللي عندي كاملة، نحيلها النواة ونثبت في الكمية اسكل كلها سليمة وإلا لا. تتواصل معايا العملية هكا لين نكمل الكمية اللي عندي الكل، باش نبداو في عملية الرحي متاعها. اخذيت الماكينة هنا بالكورون، اذا ماهيش متوفرة عندك تنجموا بالماكينة نتاع البشكوت العربي. ماشي نرحي الكمية اللي متوفرة عندي، نكمل نرحيها كاملة ونتعداو توا ماشي نفوحوها. به هنا هذايا كيلو صافي منظف مريقل، مش ناخذ عليه ملعقة أكل متاع قشور برتقال، مش ناخذ عليه ملعقة قهوة متاع شوش ورد، ومشي ناخذ شوية متاع قرفة. مانيش باش نكثر في القرفة بما أنها تقلقني في معدتي، ذيك علاش ما نكثرش فيها. مش نحط كمية متاع زيت، وهنا مش نعجن المقادير متاعي الكل مع بعضها لين يتجانسوا ونتحصل على عجينة متاع دقلة جاهزة وحاضرة. وقتها مش نحطها في طنجرة ونحطها على الغاز، هنا مش نحطها على نار ضعيفة، جيست إذا كان فيها كمية متاع ماء زايدة تتنحى لا أكثر ولا أقل. حطيتها على الغاز على نار ضعيفة كما قلت لكم. بعد ما تقليت شوية توا خذيت 100 غرام متاع جلجلان وحطيتها في وسطها. تنجموا لهنا تستغنيوا على الجلجلان، كما تنجموا تعملوا جلجلان، كما تنجموا تزيدوا فيها فاكهة مهروشة. نخدمهم الكل مع بعضهم بالباهي لين يتجانسوا ونتحصل على عجينة متاع دقلة جاهزة وتحفونة. نطفي عليها نخليها تبرد، وهذه هي صارت جاهزة. نحطوها على جنب. إن اليوم مش نحضر الدقلة والشحور قبل بنهار ملي نعمل المقروض. حطيت هذيك الفارس متاعي تبرد على جنب، ومش نتعدى نحضر الشحور. هنا اخذت كيلوغرام من السكر، مش ناخذ عليهم 300 مليلتر متاع ماء، وباش نستحقوا من بعد في مرحلة قادمة عصرة متاع قارص. هنا مش نفرك السكر بالباهي لين يذوب معايا، ومن بعد باش ناخذ صحفة نبل يدي كيف من هكا ونمسح الجناب الكل باش نضمن ما تقعدي حتى حبيبة كانت في الشحور متاعي، باش يجيني سليم 100%. نمشي نحطه على الغاز وقت اللي يولي يغلي ويذوب معايا السكر، باش احنا نرجعوا ونحطوا له القارص متاعو. لهنا تويكا باش نتستي انا القارص متاعي، ناخذ ملعقه نحطها في وسطه ونطلعها ينفوا ما قيت فيها حتى حبيبه متاع سكر، يعني السكر متاعي الكل هذاب. وقتها مش نضيف ملعقه اكل متاع عصير متاع قارص. انا اليوم حبيت في نفس الفيديو نعطيكم الشحور، نعطيكم الحشو، ونعطيكم المقروض. ان شاء الله ما نكونش طولت عليكم برشا. به تو من بعد ما حطيت الملعقه خليت ربع قشره نتاع قارص، هذه مش تمتص الكميه الزائده نتاع السكر، باش تعطينا نتيجه ممتازه ونضمنوا اللي الشحور نتاعنا ما يسكرش بالكل. هنا مش نحطهم على الغاز، وقت اللي تغميق القشره نعرف الشحور نتاعي صار جاهز، وقتها باش نتعدى نفوحه. انا اليوم باش نفوحه بروح الفانيليا، نجموا تعوضوها باكو سكر فانيل، شويه عطرشيه، شويه زهر، ما ورد باللي تحبوا انتم، وكما تنجموا تحطوها نوتر. هذاك يرجع لكم انتم. نطفيو عليه ونخليوه يبرد على جنب. من الغدوة توا باش نبداو في عملية التحضير متاع المقروض. هنا عندي كيلوغرام من السميد المتوسط، 250 غرام سميد أرطب، و250 غرام فيرينا، عندي 500 مليلتر متاع زيت، شوية ملح وشوية متاع كركم. ناخذ هنا شقالة تكون واسعة، مش نحط فيها النواشف متاعي، ذيك السميد الرطب والفيرينا والسميد المتوسط. هنا مش نحط رشة صغرونة متاع ملح، وانا مش نبدل الكولور شوية بشوية متاع كركم. المرحلة هذه تكون اختيارية، تحبوا تعملوها تنجموا تستغنيوا عليها. نخلط المقادير متاعي الكل هكا لين يتجانسوا. وقتها خديت 500 مليلتر متاع زيت، سخنتها بالباهي، وتوا باش نبدا في عمليه الصبان متاعها.
ونحرك لين الكمية الكل تترمل كاملة بهذاك الزيت. نردوا بالنا لهنا كما قاعدين تشاهدوا في مرحلة أولى نخدم بالملعقة خشب، بما أنه الزيت سخون نخاف على إيديا لا تتحرق، ما صبيتش الكمية كاملة من الأول مرة. ردوا بالنا نصبوا بشوية ونخلطوا، بما أنه باش يرجع حسب النوعية نتاع الفرينة اللي عندكم. نحاول هكايا نرملهم بالباهي بالباهي مع بعضهم لين نشوف النواشف متاعي كلهم ترملوا بهذيك الزيت اللي عندي. به هنا كما قاعدين تشاهدوا لقيتها ناقصه، كملت الكميه نتاع 500 مليلتر. انا خذيت معايا 500 مليلتر كامله، وانتم كما قلت لكم حسب الحاجه نكمل نرملهم بالطريقه هذه. والمرحلة هذه باش تكون من قبل ما نبداو في عملية الخدمان متاع المقروض حتى 24 ساعة، قد ما نخليه هو كيف من هكا على قد باش يعطينا نتيجة ممتازة. نغطيه ونخليه يرتاح. أنا بالنسبة لي أنا خليته مدة 24 ساعة، تنجموا تحطوا حتى أكثر، وإذا ما عندكمش وقت 4 ساعات فما فوق. غطيته خليته ونتعدى نحضر الحشو متاع الفاكهة. اخذيت 250 غرام فاكهة مخلطة، لوز، بوفريوة، جوزة، فستق، هذم انا اللي متوفرين عندي. مش ناخذ عليهم مقدار 2 ملاعق اكل نتاع سكر ناعم لهنا، نغربلهم باش نضمن ما فيهمش حبيبات. نخلطهم بعضهم، مش نحط معاهم 100 غرام. انا اليوم عملت 100 غرام بوفريوة، انتم تنجموا تعملوا 100 غرام لوز ابيض ولا بالقشره حسب اللي متوفر عندكم. اللي موجود راهو تنجموا تعملوا به، حتى راهو بالكاكاويه تنجموا تعملوا. خذيت ابيض متاع بيضه حطيته معاهم، ومش نبدا في عمليه التخليط، مش ننكه بالماء العطرشيه، وانتم باللي تحبوا نكهوها عفوا. به لهنا ردوا بالنا ما نضيفوش كميه كبيره نتاع عطرشيه باش ما تحصلناش، راهي فيسع الفاكهه والسكر الناعم فيسع ما يتلم به. هنا اتلمت معايا تو مش نحطهم على جنب، ونرجعوا لهذاك المقروض متاعنا من بعد ما تشرب هذاك الزيت بالباهي. توا الكميه هذه مش نخلي لها ملعقه قهوه نتاع خميره مرطبات، نحرك بالباهي. وتوا باش نبداو في الاضافه نتاع الماء السخون. انا حضرت 500 مليلتر نتاع ماء، وانتم ديما انا نعطيكم الكميه اللي استعملتها انا ونقرب لكم وانتم حسب الحاجه. انا 500 مليلتر راني استعملتها كامله، وانتم حسب الحاجه. هنا نردوا بالنا البات نتاع المقروض راهي ما تتعجنش، جوست تلم لما راهو اذا كان عجناها راهي مش تعطينا نتيجه عكسيه، ومش يجينا المقروض متاعنا يابس تقولوا علاش ما نجحتش معنا الوصفه. اضفت بشويه بشويه لين تحصلت على الكميه هذه، القوام هذا عفوا، وليت سريعه التشكيل. وقتها نغطي البات متاعي ونتعداو لعمليه التشكيل مع بعضنا. باش نبداو لهنا اللي بالفاكهه، ناخذ قطعه من هذيك العجينة شكلتها بالطريقة هذه. مشي ناخذ شوية من هذيك الفاكهة اللي سبقتها وحضرتها معاكم، نغطيوها باش ما تشعدش معانا. وتوا باش نحاول نشكل على شكل البودان، ما يكونش جويد برشا وما هوش خشين برشا. ينفوا حسيتوه كبير عليكم تنجموا تقصوها في 2 يسهل لكم في عملية الخدمان متاعو. ناخذ القالب متاع المقروض ومش نشكل بالطريقة هذه، نقسم الكعيبات متاعي حسب الحجم اللي نحب عليه انا بطبيعة الحال. لهنا من المستحسن نستعملوا سكينة حادة شوية بما ان الفاكهة صحيحة، باش نضمنوا اللي هي تتقص معنا. على فكرة راني الفاكهة قبل ما استعملتها عرشتها شوية في الفور. هنا انا بالنسبة للنوع هذايا مش نطيبه في الفور. الكعيبة اللي نشكلها عبيت الطبق متاعي كامل، سخنت الفور متاعي على 180 درجة نار من اللوطة ونار من الفوق باش نمشي ندخله نخليه يطيب على روحه. على فكرة تنجموا راهو تعملوه مقلي، لكم حرية الاختيار. لو طون اللي هو يطيب احنا نتعداو نحضروا اللي بالدقلة كيف ما عملنا مع اللي بالفاكهة. كيف خديت طريف من العجينة حليتها، مش نحط فيها كمية متاع دقلة، ومش نشكل بالطريقة هذه على شكل البودان كيف ما عملنا بنفس الطريقة.
نحاول هكايا نحلها، ما هيش خشينة برشا وما هيش جويدة برشا، ونتعداو ناخذوا القالب متاعنا ونبداو في عملية التشكيل. سي بون لهنا هذايا بديت انا تواكا نشكل في الكعيبات متاعي هكايا، نتحصل على كعيبة مشكلة مزيانة وتحفونة، نعبي الطبيق متاعي ومن بعد ما نكمل الكمية تو نتعداو العملية القلي. سخنت الزيت متاعي بالباهي على نار متوسطة توا باش ناخذ الكعيبات متاع المقروض ونحطهم في وسطه. لهنا لازمنا الزيت يكون مغطي الكعبة كاملة متاع المقروض، ونحطوهاش عريانة باش نضمنوا اللي هي تطيب لنا من الجهات الكل وما يقعدلناش الوسط متاعها ني. التقلاو بالباهي بالباهي، تحصلت على الكولور هذايا توا باش نهز الكمية ومش نحطوها تستقطر على جنب، وبنفس الطريقة مش نعود نعمر الطبيق متاعي ونكمل نقلي الكمية اللي عندي كاملة، ديما على نار متوسطة ما نقويوش على الغاز. سي بون لهنا خلي كملت انا قليت الكميه كامله، تو مش نتعداو لعمليه التشحير. هذاك الشحور نتاعنا اللي سبقنا وطيبناه مع بعضنا لازم يكون المقروض سخون والشحور دافي، والا الشحور سخون والمقروض بارد، حاجه بارده وحاجه سخونه، ما نخدموهمش زوز سخان ولا زوز باردين باش نضمنوا اللي هما يتشربوا معانا هذاك الشحور. هنا انا بديت باللي طيبناه في الفور بعد ما خرجته من الفور، تواكا بعد ما حطيته في الشحور وتشربوا بالباهي بالباهي حكايه 10 بين حتى ل 15 دقيقه يتشرب الشحور بالباهي، تو باش نهزه ونحطه يستقطر على جنب هكا بالطريقة هذية. نكمل بنفس الطريقة، كملت الكمية نتاع الفور تو باش نتعدى للكمية المقلية بنفس الطريقة، الشحور دافي والمقروض مازال سخون، كيف كيف مش نحطه يتشرب في هذاك الشحور اللي عندنا، ومن بعد نهزوه ونزينوه بكعيبات متاع جلجلان، وهذاك يرجع لكم انتم تنجموا حتى بشوية فيكيا مهروشة زايدة تنجموا تزينوه. هكيكا تواصلت معايا العملية لين كملت شحرت الكمية اللي عندي الكل، كملت الكمية اللي عندي كاملة بنفس الطريقة، وتوا وصلت لخاتمة الفيديو. المقروض متاعي صار جاهز كامل معايا. هذايا هو في صحين التقديم كما قاعدين تشاهدوا فيه نوتكم ومنشاهيكم، قهوة العشية بكعيبة مقروض دياري نوتكم ومنشاهيكم، مشاهدة طيبة وشهية طيبة للجميع.